وعاقب ذلك بإيلاج العضو الذكري الصناعي بدبر المجني عليها. ظل المتهم هكذا حتى أصابها بشرخ شرجي وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي. قبل ما نبتدي قصتنا كالعادة هنصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الصورة دي اسمها هناء وعندها 45 سنة ومن محافظة الدقهلية، متجوزة من واحد اسمه فتحي وعندهم أولاد وولادهم كبار ومتجوزين، وهي من أسرة متوسطة يعني هي وجوزها وعايشين اليوم بيومه. ورغم كده كانت بتعمل خير كتير قوي وبتحب تساعد الناس وكانت محبوبة من الكل، والجيران كلها كانت بتشهد لها بالخير اللي هي بتعمله والمساعدات اللي كانت بتقدمها للأسر. وكانت متعودة كل رمضان تعمل شنط رمضانية وتوزعها على الناس المحتاجين، وفي ناس كتيرة من جيرانها كانوا بيثقوا فيها وكانوا بيحبوا يساعدوها ويبعتوا لها فلوس أو شنط رمضانية كمان. نيجي بقى لجوز هناء، وجوز هناء ده كان شغال في تجميع الخردة بجميع أنواعها، وكان بيتعامل مع شاب اسمه خالد عبد المجيد وكان عنده 33 سنة اللي في الصورة قدامكم ده، وده كان من قرية جنبهم، وكان بيجمع الخردوات كلها، وظروفه المادية كانت بسيطة جدا، لكن بسبب شربه للممنوعات اللي كانت بيخلصها على فلوسه أول بأول، وده اللي خلاه يبقى منبوذ من كل اللي حواليه. وبالسبب ده ساب قريته وبدأ يشتغل في أكتر من مكان لحد ما خالد ده ابتدى يتعرف على فتحي اللي هو جوز هناء. بعد ما كانت كل الناس بتعرف ان هو بيشرب فكانوا بيطردوه، فهو بيلم الخردة من الشارع شاف خالد في نفس المنطقة اللي هو كان بيلم فيها. وقتها خالد كان بيقرب من فتحي وعرف بيته ومكانه وان هو عايش مع مراته لوحدهم، واوقات كتيرة جدا فتحي كان بيسافر ليوم او يومين بسبب الشغل، وبكده بيبقى عارف معظم خصوصياته. ومن ضمن الكلام والتعاملات اللي كانت ما بينهم خالد يعرف ان هناء دي تبقى مرات فتحي، ورغم ظروفهم المادية المتوسطة الا انها كانت بتساعد ناس كتيرة جدا. واحيانا كمان جوزها فتحي كان بياخد فلوس من ناس يعرفهم علشان يديها لهناء مراته علشان برضو تساعد بيهم اسر معينة. ومن هنا خالد بدأ يستكتر الشغل اللي فتحي فيه. افتكروا بقى المثل اللي انا قلته لكم في الاول، اتقي شر من احسنت اليه. خالد بدأ يستكتر الشغل اللي فتحي فيه، وانه كمان بيشتغل في اكتر من مكان، وانه معاه فلوس والمساعدات اللي مراته بتعملها والكلام ده. قال بدل ما تروح للغلابة، لأ، خليها تجيلي أنا. ففتحي يعرف إن هو بيفكر كده، وبيفكر إن هو يمنع الخير اللي هو بيعمله هو ومراته عن الناس الغلابة، علشان كده بيحصل بينهم خلافات هما الاتنين. لدرجة إن في مرة في رمضان 2025 كانت أسرة بتدي فتحي فلوس علشان يديها لهناء مراته تدخلهم في شنط رمضان، فخالد سرق الفلوس دي، وبتحصل تاني بينهم مشكلة كبيرة، وفتحي بيطالب خالد بالفلوس لأنها مش فلوسه ومش بتاعته وبتاعة الناس المحتاجة، وإن هو يعمل بيها خير وثواب. لكن خالد أنكر إن هو خد حاجة أصلا. ووقتها هناء كانت بتجمع فلوس الشنط دي علشان تخرجهم على هيئة شنط رمضانية لأنهم كانوا في رمضان. ولما عرفت إن هو سرق الفلوس قالت له خلاص استعوض ربنا فيهم. لكن في نفس الوقت ده خالد كان طماع وبيطمع أكتر وأكتر علشان طبعا شرب القرف اللي هو كان بيشربه ده. وطبعا زي ما انتوا عارفين الطمع بيعمل قلب، ورغم ده كله عينيه برضه ما كانتش مليانة. ومن الناحية التانية عينيه برضه ابتدت تزوغ على هناء، وده برضه علشان عارف ان هناء هي اللي بيبقى معاها الفلوس معظم الوقت، وهي اللي بتنزل تشتري الحاجات وتعمل بيها الشنط. وفي نفس الوقت زوج هناء كان بيديها الفلوس وكان مسافر على طول، ما كانش بيبقى قاعد في البيت كتير، يعني أكترية الأوقات بيبقى مسافر وبيرجع ومش موجود في البيت. وهنا هناء تبقى قاعدة لوحدها علشان كده يقرر يسرقها في رمضان، وتحديدا قبل أذان الفجر والناس كلها مشغولة في السحور. واليوم ده كان يوم 7 مارس 2025، يعني من كام شهر، رمضان اللي فات ده على طول. وتحديدا قبل الفجر خالد بيدخل البيت من البوابة، بيفتح بالترباس من اللي تحت ودخل. في نفس الوقت ده هناء سمعت صوت البوابة فخرجت علشان تشوف مين اللي بيفتح الباب. فاتفاجئت بخالد وهو موجود في المدخل، وقبل ما تصرخ وتطلع صوت رفع عليها السلاح الأبيض وحط إيده على بقها، ولو قال لها لو صرختي أنا هعمل وشك عجينة. وهي من الخوف ما قدرتش تتكلم وارتجفت كده ووقفت مكانها. خالد سحبها وهو مكتفها من ايديها ودخلها على الشقة. وطبعا شقتهم كانت في الدور الأول، وكان ماسكها بإيده الشمال كان رافع عليها الآلة الحادة، وبإيده اليمين
كان بيخليها تفتح الشنطة اللي معاه، وطلعت منها بلاستر، ومسك ايديها الاتنين ربطهم ببعض بالبلاستر، وقال لها قوليلي بسرعة مكان الفلوس اللي معاكي فين. فهناء اترجته وبست ايده وقالت له ابوس ايدك سيبني وانا هقول لك فين الفلوس. وسابته فعلا ياخد الفلوس اللي هو عايزها، بس المهم ان هو يمشي. قال لها انا همشي ومش هأذيكي، بس المهم ان انت تسكتي وما تتكلميش، وان هو هياخد الفلوس ويمشي على طول. وطلع البلاستر وحطه على بقها كمان، ولف البلاستر على رجليها، وبعد ما ربطها كويس جدا واتأكد انها مش هتقاومه، وبعد ما خلص يفضل خالد يضربها على راسها بالشاكوش ضربات متتالية لحد هنا. هناء بتخرج في أنفاسها الأخيرة، وبتبصله كده وهي بتسيح في دمها على الأرض. والكلام ده كله كان في الصالة، وفي نفس الوقت خالد بيدخل غرفة النوم ويفتش فيها ويلاقي الفلوس موجودة في الدولاب زي ما هي قالت له، ويكمل تفتيش ويلاقي في موبايلات فبياخدها معاه وهو خارج، ويحطهم في الشنطة مع الفلوس. بعد كده خد الحاجات اللي معاه كلها في الشنطة وخرج بسرعة قبل ما حد يشوفه. وتاني يوم الصبح جارة هناء بتتصل بيها، لكن ما كانتش بترد على تليفونها، وكان تليفونها مقفول، وده كان على غير العادة. فالجارة اتصلت على بنتها ندى وقالت لها ان امها المفروض تكلمها دلوقتي، بس هي اتأخرت وخايفة يكون حصل لها حاجة، لان دي اول مرة هناء تعملها. ندى بتروح قافلة مع جارتهم وتتصل على امها، برضه بتلاقي تليفون امها مقفول، علشان كده بتقلق. فبتروح على بيت امها على طول علشان تشوف ايه اللي حصل، وامها ما بتردش عليها ليه. واول ما بتدخل الشقة بتتفاجئ ان امها مرمية على الارض وسط بركة من الدم. فبتصوت وتستنجد بالجيران طبعا على طول، وفورا بلغوا اسم الشرطة. وده طبعا حصل في قرية السنبلاوين، انا مش عارفة انا قلتها صح ولا لأ، اللي هي تابعة للمنصورة. وبيوصلوا وبييجوا يعملوا المعاينة المبدئية، وواضح كده إنها جريمة قتل بدافع السرقة. وده طبعا كان اللي هم شافوه. وكمان بصوا كده لمحتويات الشقة، فما لقوش أي حاجة متكسرة فيها، ما لقوش شباك مكسور، ما لقوش باب الشقة مكسور، ما لقوش أي حاجة في الشقة. فواضح كده ان المجرم ده مش غريب عليهم، وعارف البيت كويس جدا، وعارف كل مداخل ومخارج البيت. فبيتم تحويل جثة هناء للطب الشرعي، اللي أثبت إنها تلقت ضربات بالشاكوش على رأسها، وده كان سبب الوفاة، وإن حصل عليها اعتداء بعد وفاتها. وده اللي تم برفع البصمات وبالتحريات والتحقيقات مع الزوج والأبناء والجيران. بيتم ثبوت إن الزوج ما كانش في البيت أصلا وقتها. وكمان لما جابوا سيرة هناء قالوا إنها ست كويسة جدا ومحبوبة من الكل، والكل ما كانش عنده أي شك فيها، وكانت محترمة جدا وكانت بتعمل خير كتير، فمحدش يظن إنها تكون ماشية مش كويسة. فبتيجي الشرطة علشان تسأل تاني لو كان ليها أي خلافات مع أي حد أو أي عداوة أو الكلام ده كله. فبيثبتوا إنه لأ، ما كانش ليها أي خلافات مع أي حد، وما كانتش بتتخانق مع حد، وكانت ست في حالها جدا جدا. فبيعملوا تحريات تاني وبيثبتوا إن كان في خلافات بين الزوج وخالد، وإن هو سرق فلوسه قبل الواقعة بكام يوم، وكل ده كان في رمضان. ومن هنا كان هو المشتبه الأول في الجريمة. فلما سألوا عن خالد عارف ان هو شخص سيء السمعة جدا، وبيشرب ممنوعات، وملوش في شغل ثابت، وعنده اكتر من محل اقامة، ويغير مكانه باستمرار بسبب افعاله السيئة. فبيطلع اذن من النيابة بالقبض عليه، وبتتوجه قوة من رجال الأمن علشان يقبضوا عليه، وفعلا بيقبضوا عليه وبيلاقوا في حوزته مبلغ مالي ونوع من أنواع المخدرات. وبيتحقق معاه، وخالد بينكر علاقته بالواقعة، لكن بمطابقة بصماته بالبصمات اللي كانت موجودة في السكن، طبعا لقوا هي البصمات متطابقة جدا. وبمواجهة خالد بالأدلة بيعترف على الواقعة بالكامل، وإنه كان داخل يسرق، لكن سبب مقاومتها فقرر إن هو يتخلص منها، لكن ما اعتداش عليها. فبتقرير الطب الشرعي قال إن هو اعتدى عليها بالفعل، وإن كلام خالد بيكذب، وإن بعد وفاتها بعد ما قتلها وهو بيدور في الشقة إنها حلوت في عينيه بعد وفاتها، علشان كده قرر إن هو يعتدي عليها بعد ما هي بقت جثة. وبعد اعترافه والتحقيقات معاه، وفي يوم 2 يوليو 2025، يعني الكلام ده لسه من كام يوم، قررت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق خالد لفضيلة المفتي، يعني إن شاء الله إعدام، علشان هو ده العدل.
جماعة ما تدوش الثقة لأي حد بسرعة كده، ومش أي حد يكون شغال معاكوا أو جاركوا أو أي حد تقولوا له أسرار بيتكوا إيه هي، وتقولوا إن انتوا عاملين إيه ومش عاملين إيه. حرصوا على نفسكوا على قد ما تقدروا، واقفلوا أبوابكوا كويس جدا على نفسكوا، وما تدوش الأمان لأي حد بجد. الست هناء دي كانت ست محترمة وكانت في حالها، ما كانتش بتعمل أي حاجة غلط ولا حرام، مجرد إنها كانت بتساعد ناس. واحد استكتر عليها إنها تساعد ناس فدخل يسرقها. الست راحت ضحية لشيطان. فانتوا على قد ما تقدروا ما تدوش الأمان لأي حد. ومن هنا تكون خلصت قضية النهاردة، وربنا يرحمها ويجيب لها حقها إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. ولو انتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، وتعملوا تعليق حلو كده ولايك على الفيديو، علشان ده بيشجعني ان انا استمر. فبالله عليكم ما تخلونيش ابقى محبطة. بتعب قوي والله لما بنزل فيديو او بعمل مونتاج، بجيب المعلومات من مصادر حقيقية. فبليز بليز بليز اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اعملوا